ازيكم عاملين ايه؟ معاكم محمد علام، ادمن منفذ بيع الباتش الاسترالي ومدير فروع المنفذ كلها. عندنا الحمد لله فروع في المنصوره وفي القاهره في الصعيد، وان شاء الله قريب هيبقى في اسكندريه في فرع المنفذ. انا كل مره عودتكم ان انا اطلع لكم في مكان معين، المره دي طلع لكم متصور على السلم زي ما انتم شايفين كده، بس عشان انا جنب المزرعه وعلشان النهارده يبقى في شرح عملي لطفرات وجينات الباتش. وعدتكم كذا مره ان هنزل لكم الكلام ده، بس انا اتاخرت عليكم علشان انا كان عندي ظروف. النهارده هنشرح شرح عملي شويه على طفرات وجينات الباتش الاسترالي. الباتش الاسترالي دوت زي ما احنا عارفين العصفور الصغير دوت اللي احنا معانا دلوقتي منه عينه. في منه 3 صفات في الجينات الوراثيه. الصفه الاولى سائد، الصفه الثانيه متناحي، الصفه الثالثه مرتبط بالجنس. طبعا انا عندي ناس كتير جديده هتقول ايه المتناحي وايه السائد وايه المرتبط بالجنس ما نعرفش، انا هسهلها عليكم. دي 3 صفات علشان نعرف ننتج بينهم ونطلع منهم الوان كتير، اشكال كتير. الصفه المتناحيه السائده هنتكلم عنها اول حاجه. سائده يعني عصفور ليه لون سائد يعني بيسود. ولنفرض انا اتجوزت لون سائد للون متناحي، الانتاج اللي هيطلع هيورث 75% للسائد، لان السائد بيغلب المتناحي. السائد ده ليه الوان معينه، اللي هو مثلا منه الاخضر والاصفر ومنه الرمادي ومنه الفايولت. لو جبنا لون من الالوان دي وجوزناه لاي صنف تاني 75% من الانتاج هيطلع للون السائد، لان اللون السائد هو اللي بيغلب. على سبيل المثال انا معاكم دلوقتي بالشرح دوت الاخضر ده اهو، ده لون سائد اهو، هقرب من الكاميرا شويه، دوت لون سائد. يعني لو جوزنا الذكر ده لنتايه متنحيه برضه ليها لون بس لون فاتح شويه، الانتاج هيجي 3/4 دوت. وطبعا هيجي من الايه؟ من الجدود اللي في نفس السلاله دي، بس السوائد بس. اما المتنحي ثواني بس علشان العصافير بتتغلب شويه. المتنحي زي الازرق الكوبالت السماوي اللي انتم شايفينه معايا ده دوت اسمه متنحي. يعني لو احنا عايزين ننتج نفس اللون دوت ونطلع نفس اللون ده، لازم يكون الجوز من نفس اللون المتنحي ده او مع لون متنحي تاني بنفس درجه اللون دوت علشان يطلع اللون ده. ما ينفعش اجوز اللون ده للون الاخضر اللي انا قلت لكم ده واقول انا عايزه انتج سماوي، مش هينفع، هينتج اخضر. تمام؟ لازم المتنحي مع المتنحي. السائد لو عايز اطلع سائد ممكن اديه اي حاجه ثانيه. تمام؟ طبعا العصافير بتعض جامد انتم ملاحظين. دوت اسمه بلط الدبل فاكتور. الفرق بين الدبل فاكتور والسنجل فاكتور الرسمه اللي في الجناح. رسمه السنجل فاكتور اللي عامل المخرج الجناح بيبقى عليه رسمه مثلث، لكن ده الرسمه بتاعته خفيفه زي ما انتم شايفين دوت كده عشان العصفور يفلفص معايا. بدخله تاني دوت يبقى متنحي، دبل فاكتور متنحي، سنجل فاكتور سائد. فاضل لها طفره اسمها المرتبط بالجنس. يعني ايه كلمه مرتبط بالجنس؟ مرتبط بالجنس يعني انا لو عندي اللون متوفر في نتايه، الانتاج هتورث لونها للذكور، ولو اللون متوفر في الذكر هيورثه للاناث. العكس، الذكر بيورث الاناث والنتايه بتورث للذكور. تمام؟ عشان بس نقول. طيب عيله الاينو دي اللي هي عليها حمراء وليها 3 الوان، اصفر وابيض وكريمي، بس فيهم عين حمراء اسمها عيله الاينو، اسمه لاتينو كريمينو والبينو. ال3 دول مرتبطين بالجنس. يعني انا لو عندي اتجوزت ذكر البينو لنتايه مثلا متنحيه، النتايات هتيجي البينو، مش هيجيب البينو بالكره، هيورث اللون بتاعه للناس. من الحاجات اللي مرتبطه بالجنس عندي لون اسمه اوبالاني. اوبالاني ده بيبقى دماغه ما فيهاش خطوط، بتبقى دماغه بيضه شويه او صفراء ايا كان، بس خاليه من الخطوط، زي العصفور الصغير اللي انا بطلعه ده اهو. قربوا من الكاميرا، دماغه خطوطه خفيفه. تمام؟ ده اللون الفايولت الاوبالاين دوت نفس بيورث اللون ده. دي نتايه هتورث لونها للذكور. طبعا انا مش عايز اطول عليكم علشان ان شاء الله هيبقى في حلقات تانيه كتير، وبعتذر لو كنت اتاخرت عليكم. انا بحبكم جدا على فكره، والحمد لله ربنا يديني بس الوقت الكافي علشان اقدر اشرح لكم المعلومات الكافيه. وحاليا انا بنفذ على الصفحه ايه؟ بنزل صورة طائر زي صورة طائر بتساوي صورة طائر، انتاج زي الانتاج المحتمل بيطلع ايه؟
بالصور، وهفضل معاكم لحد ما تحفظوا الاسترالي وتحفظوا كل حاجه عن الاسترالي. انا معاكم ما تقلقوش، واي اسئله كلمونا على رقم 031 25 6 4006 031 25 6 4006 ده رقمنا. ولو في اي حاجه ابعتوا لنا على الصفحه، عندنا عروض بيع الصيف دوت كتير، تابعونا. وكان معاكم محمد علام ادمن بيج منفذ بيع الباتشي، وان شاء الله نلتقي في فيديو تاني. سلام.